دلوقتي السيناريو كالاتي: انت ماشي روح بالليل في شارع ضلمه، روح لقيت كلب نايم على جنب. ايه اللي هيحصل؟ وانت ماشي رجلك عملت حكه في الارض، ودن الكلب وقفت، وانت بتبص له. انت حاليا بتشوف هل هو ده حلم، هو يعني حلم ولا يعني في حاجه هتحصل. فانت وقفت ثانيه، بعد كده قررت تاخد خطوتين ثلاثه، فلقيت الكلب خلاص وقف. طيب كده مصيبه. اوكي، طيب كده كلنا عارفين ان في ماراثون هيحصل، في جري هيحصل. سبق واتكلمنا عن هرمون ادرينالين ده في ريل قبل كده. تمام، فمسافه ما الكلب قام انت ابتديت ان انت تجري بسرعه تفوق سرعه الصوت. طب انت جبت الطاقه دي منين؟ بسبب هرمونين الادرينالين والنور ادرينالين اللي افرزوا تحت تنبيه عصبي. خلي بالك، عشان الادرينالين والنور ادرينالين لو كانوا لسه هيستنوا هرمون يطلع من النخاميه يمشي في الدوره الدمويه ويروح على الغده الكظريه يحفز نخاعها، يعني يعدي القشره ويوصل للنخاع يحفزه، صدقني كان الكلب جاب اصحابه كده خلاص وعاملين يعني باربيكيو بارتي وانت بوست. فاللي خلاهم يتفرزوا بسرعه ان تنبيههم عصبي. طب عملوا ايه الادرينالين والنور ادرينالين؟ هم بيشتغلوا في حالات الخوف والاثاره على حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ قال لي بيمكنوا العضلات بتاعت في حاله الجري بقى، الكلب اللي كان بيجري وراك ده، ان هم ياخدوا الطاقه اللازمه للانقباض والانبساط عن طريق ان هو بيزود معدل استهلاك الاكسجين. وخلي بالك في مسار ايضي مهم جدا لازم تاخد بالك منه، بمعنى ان انت دلوقتي ما دام تم استهلاك الاكسجين يبقى انا كنت شغال، خلينا نستخدم خط اقل، كنت شغال في الميتوكوندريا. في الميتوكوندريا يعني انا محتاج اكسجين و O2، محتاج جلوكوز. ليه؟ عشان اطلع 38 ATP في دورة كريبس او كريبس سايكل مع CO2 ناتج ثانوي. يبقى لما الادرينالين يشتغل استهلاك الجلوكوز والاكسجين يزيد. جميل. ما هو خلي بالك مستوى الجلوكوز عندي ارتفع او رفعته في الدم. ازاي؟ عن طريق نشتغل على الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات. يبقى الادرينالين والنور ادرينالين يشتغل على الكبد والعضلات يطلع لك جلايكوجين. في كلب بيجري ورانا، احنا كل اللي محتاجينه حاليا طاقة او جلوكوز واكسجين عشان نطلع طاقة من غير شد. خلي بالك، لان انا لو عندي انا ما نهجتش وانا بجري مش هدخل اكسجين كافي للدم، فده اللي هيعمل تعب عضلي مما يقود لشد عضلي. وصدقني دي اخر حاجة انت هتبقى محتاجها والكلب بيجري وراك، ان رجلك تشد. فده شيء مش منطقي ان جسمك يعمل. المنطقي طبعا ان انت بعد ما تقف بتلاقي بقى ان انت هتترعش والحقوني سندوني الكلب كان بيجري ورايا. ولكن ده حصل كمان عشان زيادة معدل وقوة ضربات القلب. ليه معدل ضربات القلب هيزيد عندك؟ لان انت محتاج بعد ما بقى عندك اكسجين وجلوكوز في دمك كتير ان انت تضخه بسرعة للعضلات، فمحتاج ضغط دم عالي. فبالتالي كمان الادرينالين والنور ادرينالين بيشتغلوا على رفع ضغط الدم. وخلي بالك كل ما O2 وجلوكوز يخش في الميتوكوندريا عندك وينتج لك طاقة، كل ما بيطلع معاه ناتج ثانوي CO2. فانت بتحتاج ال CO2 ده يرجع بنفس سرعة دخول الاكسجين او حتى اسرع منه. فالكربامين والهيموجلوبين يرجع بسرعة فين؟ يرجع للرئة عشان يعمل الزفير. فتلاقي نفسك بتنهج وممكن صدرك يوجعك في حالة زي دي. تمام، ده بسبب هرمون الادرينالين والنور ادرينالين. وخلي بالك هما اتنين. يبقى كده اللي بيأثر على سكر الكبد لحد دلوقتي انا اخدت هرمونين، واحد اسمه الادرينالين وواحد اسمه النور ادرينالين، وفي نفس الوقت بيأثروا على سكر الدم. وانا لسه واخد من شويه في القشره هرمون او هرمونين بيؤثروا على سكر الدم بطريقه غير مباشره عن طريق ايضا المواد الكربوهيدراتيه اللي هم الكورتيزون والكورتيكوستيرون. فبالتالي لو جيت تبص عندك على الادرينالين والنور ادرينالين تلاقي ان هم مهمين جدا في العمل في اوضاع او ايه حالات الخوف والاثاره. تمام. اشطر اب، تعليمك بقى اشطر.